أنا ندمانة إن أنا حبيتك الحب ده كله. أهلا، واضح. نوران ماجد. هي شخصية نور معقدة شوية، عندها تفاصيل كتير، تحب التحدي، عندها ثقة في نفسها رهيبة إن هي تقدر تاخد كل حاجة وتكسب من كل حاجة حتى حبها من راغب. ما عندهاش فكرة الاستسلام أبدا بسهولة، تحب الحياة، تحب تحارب. كل ده حبيبني في نور. لما حتى عملت الانتقام عملته باحترافية قوي، احترافية التحدي والطريقة اللي هي فيها شر من ان هو انا اتأذيت في حياتي منكم فانا هأذيكم. فده مش موجود في نوران، فالكاركتر بتاع نور هو اللي كان بيتحرك بكل حاجة. مشهد القتل بتاع لبنان ان انا بضربه بالمسدس لان كانت نور عندها راغب هو الدنيا وما فيها، فإن هي تضربه بالمسدس مرة واتنين وتلاتة ويتعاد كذا مرة كان قلبها بيتقطع مع كل ضربة مسدس. أنا الفاكرة المشهد ده خلصته كنت متأثرة وكان هيغمى عليا فعلا من كتر ما أنا حسيت بكل حاجة. أول بيتقال كات نور بتختفي، بس نوران جسمها هو اللي مستخدم. أكيد بتأثر على النيرفس سيستم بتاعي ان انا ببقى بستقبل واي حاجه بتعصبني بسرعه، وغيرت فيا كتير. ما بقتش بعدي حاجه، بقيت واخده بالي من كل حاجه لان دايما بدخل في شخصيه واخرج من شخصيه. لو حاجه ضايقتني اعيط في موقفها، مع ان ممكن في الاول ما كنتش اعيط. كل الناس عندها شهوه الشهره، بس انا بحب الشهره النظيفه اللي هو ابقى سايبه اثر طيب وقوي لما اموت. انا بستقبل الانتقاد كله، انا لولا الانتقاد عمري ما كنت وصلت لاي حاجه انا فيها. الفن رساله، وهو بيوصل رساله قويه لكل الناس لحاجات معينه، بيطور الفكر، بيغير البني ادمين. ان الست ممكن تقدر تعمل حاجات كتير قوي الراجل فاكر ان هي متقدرش تعرف تعملها. فاتمنى ان انا اعمل حاجه تبقى من ضعف القوه. عندي فيلم الورشة إن شاء الله مع أستاذ أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب وآية سماحة. وعندي مسلسل قتل اختياري مع أستاذ أحمد خالد صالح وركين سعد. وعندي العدالة وجه آخر مع أستاذ ياسر جلال. وعندي مسلسل على نتفليكس إن شاء الله، يعني هو أكبر مسلسل في الشرق الأوسط إن شاء الله. شكرا واضح.